السلام عليكم، اش اخباركم؟ امور هانيه، نتمنى من الله تكون الصحه بخير. اليوم جايب لكم واحد القصه اللي غريبه وغريبه بزاف، واحد القصه اللي غتخليكم تفكروا مزيان وتبغوا تقلبوا على الحل. خلينا نتفقوا دابا على واحد الحاجه، بغيت نشوف التعاليق ديالكم واللي يكونوا على حساب هذه القصه. هذه القصه واعره بزاف، بغيت اللي هذا التليفون مشغول يركز معايا مزيان، واللي مبرسطا شي حاجه يوقفها، واللي تياكل شي حاجه حتى هو يركز معانا. ما بغيتش نطول في المقدمه، ولكن تشكركم كاملين كاع الناس اللي متابعيني ومسانديني. والله العظيم الا هادشي غادي وتصعب اكثر باش ما الناس يتزادوا معنا في القناه. خصني ضروري نكلف على راسي، والناس اللي متابعيني تنشكرهم، راه ماشي غير تشريف، راه تكليف باش نحاول ندير ما في جهدي ونحط واحد المحتوى اللي يستاهل الوقت ديالك اللي ما تقدروا تثمن. القصه ديالنا اليوم في الولايات المتحده الامريكيه. وبتاريخ 2 ديسمبر 1999 وتحديدا مدينه نيويورك، واحد السيد سميتو رولاندو قاعد تيجمع في البيت ديالو، جايب الكرتون تيجمع الاغراض ديالو حين تباع البيت ديالو. هذا السيد اللي شرا من عنده الدار بيه خصو يدخل لدارو، ورونالدو ضروري يجمع الاغراض ديالو ويخويها. فاش كان تيجمع الاغراض ديالو هبط لواحد البلاصه اللي هي القبو، واللي تنقولوا ليها حنايا لاكاب، واللي اصلا هاد البلاصه راه كان هامله، راه ما كانش تيهبط ليها من نهار شرا داك الدار. ولكن قال زكا راه ضروري خصني نهبط لتما ونشوف واش واقع، الا نسيت شي حاجه راه خصني نخوي البيت. وتما شاف واحد البرميل كبير، وهذا البرميل راه ديال الحديد معدني، وهذا البرميل راه كان تيشوفو من نهار شرا داك الدار، وديك الدار راه شراها 30 سنه هادي هو ساكن فيها، وداك البرميل كاين فيها. هو راه فاش شرا داك الدار شراها بداك البرميل، وداك البرميل كان محطوط في واحد الزاويه، وتا هو هامل ما تسوقش ليه عنداش اصلا كان في لاكال. ولكن دابا ضروري عليه خاصو يحيدو عنداش مول الدار اللي شراها من عنده، قال ليه ما خاصك تخلي ليا والو، لقى الدار خاويه. وهنا سيدي رونالد قرر انه خاصو يحيد داك البرميل. فاش بغى يهز البرميل راه ما قدش، راه بقى يتقاتل تدفعوا بالزيت وحطو قدام الدار فين تحط الزبل حاشاكم. ومن بعد فاش خلاه تما دازت يومين هما يدوزوا صحاب النظافه، جاو بغا يهزوا داك البرميل وما قدوش عليه حتى هما، شدوا واحد الورقه وكتبوها وقالوا ليه باللي هذا البرميل ثقيل ما قدتيناش عليه وما يخلوه تما. تبارك الله على الناس الاداب بحال ديالنا. وزادوا كتبوا ليه عندك من هذا البرميل راه تقدر تكون فيه شي حاجه مسمومه ولا شي مواد اللي ياثروا عليك، يعني عطاو النصيحه. هو يفكر رونالد قال عرفتي شنو، انا غادي نحل هذا البرميل ونخويه، وديك الساعه غادي يكون خفيف. ومشى جاب واحد الليمون ديال الحديد وبدا قاعد تفتح في هذاك البرميل، وفاش حلو طلعت منه واحد الريحه خانزه اللي ما يقدر عليها حتى واحد. رونالد استغرب قال واه، قال اش بتكون هذه الريحه، وبان ليه واحد السائل اللي خضر اللي زاد الاستغراب ديالو. واحد شويه تبان ليه واحد الصنداره ديال العيالات كاينه الفوق فوق هذاك السائل الاخضر. ومن بعد ما شافو ركز مزيان عرفتوا واش تبان ليه، طبيعه الحال ما عرفتوش، انا اللي عارف القصه. من بعد ما لاحظ مزيان راه بانت ليه لد ديال الانسان فوق داك السائل الاخضر واللي موجوده داخل البرميل. هو بزاف تخلع ويتصل بالشرطه وقال لهم اجي دابا. من بعد ما جات الشرطه وتصنطات ليه خداو داك البرميل داو معاهم وراه داو للمعمل الجنائي باش يعرفوا شنو هو هذا السائل الاخضر، واش واقع تم، وشنا هي الجثه اللي كاينه تما. راه وسط البرميل تخيلوا راه كاينه جثه كامل، وراه 30 سنه وهو عنده داك البرميل ووسطوا الجثه هو ما عارف والو. فاش المعمل الجنائي دار خدمته اكتشفوا بان الجثه ترجع لواحد السيده ولا واحد البنت اللي تتراوح العمر ديالها العشرينات، واللي من اصول لاتينيه، الشعر ديالها غامق وكحل ولابسه شي حوايج اللي تيرجعوا للستينات. يعني هذه الجريمه راه دارت شحال هذه ومده طويله نيت. بعد ما حلوا الجثه عرفوا باش مات، واللي كان السبب الرئيسي هو ضربه، واللي ضربه ما سهلاش وكانت على الراس بالضبط، حيت راسها كانت باينه فيه الضربه قداش. والمصيبه الكبيره راه ماشي هذه، المصيبه ان هذه البنت فاش داروا لها التحاليل تحت الاشعه اكتشفوا انها حامله، وحامله بالشهر التاسع تقريبا. يعني فاش مات راه كانت قريب تولد. وسط داك البرميل لقاو واحد المذكره اللي فيها شي تواريخ وارقام ديال الهواتف وارقام ديال التليفونات راه تقريبا كانت ممسوحه، راه اصلا كانت محطوطه وسط داك السائل اللي الماء ديالو خضر. وراه لقاو جوج خواتهم ومحفظه وواحد القلاده وواحد الشاره بلاستيكيه اللي هي عباره بحال النبات الصناعي اللي تيقادوه باش نزينوا به. وهنا بالضبط الشرطه بدات تحاول انها تعرف الهويه ديال المراه وتتبع دوك الادله اللي عنده. واول حاجه داروا حاولوا يعالجوا ديك المذكره ويعرفوا الارقام اللي فيها. وفاش جبدوا ديك الارقام بعد اتصلوا بهم حتى واحد ما تيجاوب، يعني راه الارقام قديمه. فاش شافوا حتى واحد مرض عليهم مشات الشرطه وحقات مع الجيران واللي هما الجيران ديال رونالد. ولكن للاسف راه حتى واحد ما عرف شي حاجه، حيت هذه الجريمه اصلا دارت شحال هذه ماشي دابا. يعني دوك الجيران القدام راه كاين اللي مات وكاين اللي مبقى ساكن تما وبقى الدار خاويه. وهنا كاع البيبان تسدوا، ولكن الشرطه راه ما استسلماتش وبقات غادي تتقلب وتتبحث في الموضوع. وقالوا ضروري خصنا نلقاو شي راس الخير، حيت ما يمكنش نحبسوا هذا الشيء. ورجعوا للبرميل وبداو تيجبدوا منه داك الشيء اللي لقاو وتعاودوا يفحصوا وتعاودوا يقلبوا. هما لقاو هذا البرميل باللي مصنوع في عام 1965، وان داك السائل الاخضر اللي لقاو في البرميل كان تيستخدموه باش يصبغوا داك الاشجار الصناعيه. والاشكال الكبير اللي كاين ان داك السائل ما بقاش يتصنع، راه وقف عام 1997 وكان مكتوب على هذا البرميل انه مصيفط للشركه ديال ميليروس بلاستيك
وملي قلبوا على هاد الشركه اللي سميتها ميليروس لقاوها تسدات عام 1971. يعني هاد الشركه راه ما بقاتش، ومول هاد الشركه راه سميتو هورد، وراه هو مول داك البيت الاول اللي عند رونالد واللي بغى يبيعو واللي لقاو فيه البرميل واللي شراه من عنده 30 سنه. هادي هنا الامور بحال اللي بدات توضح لينا وبدينا تلقاو واحد راس الخير. وهنا المحققين ريحوا وبداو تيجمعوا داك الخيوطه، البرميل والسائل الاخضر والشركه وهورد صاحب الشركه وصاحب البيت واللي هو الدار. وهادو راه كلهم خيوط رئيسيه في هذه القضيه، ولكن مازال خاصنا ديك الحلقه المفقوده من هادشي كامل، واللي هي المراه اللي ميته. شكون هي؟ مازال ما عرفوهاش وباقا الجثه مجهوله، وكاين احتمال كبير ان مول الدار ومول المصنع عنده علاقه بها. ومع انتشار الخبر في التليفونات في الجريده وكاع الناس ولاو تيهضروا على هادشي في ديك الوقت، ولي 30 سنه وديك الجثه وهي كاينه في ديك البرميل. وتصور انا دابا اللي في المغرب وتنهضر عليه، اش غنقولوا على الناس في ديك الوقت؟ والشرطه هو يجيها واحد الاتصال مجهول، ما عرفناش هاد القضيه ديال الاتصال مجهول من تجي، ولكن المهم تتعاون. وقال لهم باللي السيد هورد مول البيت ومول المصنع راه كانت عنده علاقه بديك السيده اللي ميته، وهذا الشيء راه في الستينات. وداك البرميل اللي تنشرات تصويرته راه هو نيت اللي كان في ديك الشركه وشافوه. ومع هذا الاتصال كان ما مفهومش وما واضحش مزيان، وداك المجهول راه ما قالش لهم شكون هو. ولكن راه داك السيد اكد للشرطه باللي داك الشيء تيدور لهم في راسهم راه بصح. قالوا ضروري خصنا نتلاقاو مع هذا السيد ونسولوه على هاد الامور كاملين. وبداو تيقلبوا. هنا كاينه المفاجاه باللي هورد حتى دابا راه باقي حي، والعمر ديالو 71 سنه، وكيعيش بولايه فلوريدا، وعنده واحد البيت تما ديالو ومجوج ديريكت. ما تعطلوش البوليس ومشاو عنده وبقاو تيسولوه. ومن بعد ما سولوه على المراه اللاتينيه ويقول لهم هي انا كنعرفها، ولكن انا ناسي الشكل ديالها، حتى السميه ديالها راه ما بقيتش عارفها وما عرفتهاش اصلا فين مشات. وهاد السيده اللي تقولوا لي انا عرفتها 1993 ودابا تسولوني عليها. هنا البوليس معذكين تبارك الله طلبوا منه واحد الطلب، قالوا لي عطينا واحد العينه من الدم ديالك باش نقارنوه مع الحمض النووي ديال الجنين اللي في الكرش ديال ديك السيده، ونشوفوا ديك الساعه واش هادشي عنده علاقه بك ولا لا. هنا هو يطلع ليه الدم وبقى تيغوت عليهم، قال لهم خرجوا عليا من هنايا، راه مراتي جايه دابا وغتجبدوا لنا المشاكل. ويقول لهم مالي ومال هادشي انا اصلا، وهما ما عندهم حتى دليل، يعني ما يقدروش يضغطوا عليه. وهما قالوا غادي يقدر يعاوننا زعما، ولكن ما عاونهمش. من بعد ما مشاو وبقى هو يشوف فيهم من شرجم والبوليس غاديين. كيبانوا ليه مشاو، خرج من البيت ديالو غاز الطوموبيل ديالو مشى لواحد المحل اللي تيبيعوا فيه الاسلحه. هادشي راه في امريكان وعادي ان الاسلحه يكون تتباعوا. ومشى لواحد الشارع وشرا واحد الكابوس في نفس النهار، ولقاو الناس الطيارات ديالهم في واحد الباركين ولقاو هو وسطها، ولكن راه منطاح. ومن بعد ما انطاح الشرطه خدات واحد العينه من الدم ديالو ومشاو يقارنوها مع الحمض النووي ديال الجنين. واش تتوقعوا شنو طلع؟ راه فعلا طلع السيد ما عنده حتى حاجه بهذا الشيء، ولا لا راه 100% طلع الحمض النووي هو. يعني هذا السيد راه هو بوت الجنين، والجنين اللي كانت حامله به السيده اللي مات. دابا هو كملنا منه، ولكن البوليس قالت لهم واحد الحاجه، شكون هي هذه السيده وعلاش تقتلات؟ والسيد الوحيد اللي كان هو الخيط الرئيسي وكانوا بيعرفوا منه المعلومات راه مشى انتحر ومات. ومن بعد البوليس فاش وقع لهم هذا الشيء عاودوا رجعوا للمذكره باش يقلبوا فيها ويفتشوا على شي راس الخير. ومن بعد بزاف ديال المحاولات ابتسم لهم الحظ ولقاو واحد رقم الهاتف خدام وما بدلاش حتى بيتها. تبارك الله على هذه السيده، رقم التليفون ما بدلاتش 30 سنه. اي واحد تحافظ برقم التليفون ديالو 30 سنه تنزل ليه البونجور، برافو عليه. ومن بعد ما مشاو عندها وسولوها اكتشفوا بانها تعرفها مزيان، وقالت لهم راه صاحبتي وانا غادي نعاود لكم عليها. ودابا خلينا نرجعوا 30 سنه للور. وقالت لهم هذه السيده اللي سميتها كيس ان صاحبه المذكره واللي ميته هي رينا مروكين ومن مواليد 1941 واللي تزادت في سلفادور. وفي ديك الوقت سلفادور كانوا عندها مشاكل سياسيه واقتصاديه وحتى اجتماعيه، يعني في ديك الوقت الناس ما يقدروش يعيشوا تم وكانوا يحاولوا يهاجروا باش يحسنوا المعيشه ديالهم. وهاد السيده رينا عاشت مع العائله ديالهم واللي كانت فقيره، وكانت تعرفت على واحد السيد وتزوجات به، ولكن من بعد اكتشفت انه تيخونها. وهذا الشيء وقع في عام 1996. وقالت رينا هذا فاش خاني انا غادي نمشيو نخليه، ما بغيت والو، لا عائله لا زوج. وهي تخرج من سلفادور وهاجرت منها. وفاش مشات لنيويورك راه خدمت كمربيه الاطفال باش تجيب فلوس المصاريف، فلوس الكرا وفلوس الماكله ديالها. ولكن من بعد راه حبست هاد الخدمه حيتاش كان عندها واحد الطموح انها تولي من عارضه الازياء. ومن ديك الساعه بدات تتعلم اللغه الانجليزيه وتعلماتها عند كيس واللي حتى هي كانت من سلفادور. ومن بعد ولاو اصدقاء ولاو صحابات. ومن بعد ما تعرفت عليها مزيان كيس حاولت تساعد رينا وقلبات لها على واحد الخدمه في المصنع ديال البلاستيك اللي خدامه فيه. ولحد الان رينا راه ولا عندها كلشي مزيان، ولات عندها صديقه ديالها تتعاونها وعندها خدمه والامور ديال الحياه كامله ولا مزيانين. وزائد انه ولا عندها واحد الصديق، وماشي صديق راه ماشي غير صديق راه حبيب. وديريكت مشات عند كيس وبدات تتعاود ليها بالتفاصيل راه الصديقه ديالها. وقالت لي انا تعرفت على واحد راه تنبغيه وتيبغيني
باغيني، ولكن راه مجوج وعنده 3 الوليدات، وراه ما قالت لها سميتو حيت كانت خايفه انها تفضح السميه ديالو. وبقات الامور غادي هكا، ورينا تعلقات بهذا السيد ولا تتبغيه اكثر. واحد النهار اكتشفت انها حامله منه، وهي عند راسها انها حامله من السيد اللي تتبغي وتيبغيها واللي كان موعده بالزواج، ولكن داك السيد راه كان ديما تتصرات عليها وتهرب من الموضوع ديال الزواج وتقول لها حتى من بعد حتى من بعد. وصبرت بزاف حتى واحد النهار قالت نمشي نعاود هادشي الكيس، مشات عاودات ليها وقالت لها سميتو اللي هو طلع نيت هوارد مول المصنع ومول الدار. يعني نتوما عارفين جات وحده خدمات عنده طمع فيها وعجباتو، فاش كمل منها وقت غراضو راه صافي بغى يدردبها ويلوح، وبقات تتصرات عليها تيقول لها هادشي اللي وقع ضروري خصني نتزوجك، ولكن صبري راه الناس وما نقدرش في المجتمع. والمسكينه راه قربت تولد، قالت اش غادي ندير؟ هي تقول زكا نتصل بالمراه ديالو ونقول لها هادشي. وهنا هوارد باش سمع باللي رينا اتصلت بمراته وقالت لها كلشي، اتصل بها وهددها بالقتل. وهنا رينا مسكينه ما عندها حتى واحد، باش سمعت هاد الهضره تخلعات، ما عندها لا باها لا امها العائله هنايا. اتصلت بالصديقه ديالها كيس وعاودات ليها اش وقع، قالت لها عرفتي هورد اللي قلت لك تنبغيه وباغا نتزوج به راه اللي قال لي وهددني بالقتل وانا دابا راه خايفه. كيس قالت لهم انا تخلعت. ديك الساعه هبطت ومشيت تنجري توصلت للدار ديالها، ولكن فاش وصلت للدار ديالها راه دقيت وما جاوبني حتى واحد، راه ما كاينش حس رينا، وبقيت تما حتى نصاصت الليل وانا جالسه قدام الباب. وديك الساعه مشيت تنجري المخبر ديال الشرطه وقلت لهم واش واقع، ولكن هما قالوا لي هذه مهاجره راه ماشي مواطنه ديالنا، يعني ما تسوقوش الموضوع. ولكن كيس قلبها مسكينه راه ما سعفهاش، بقات تتقلب وتشوف اش بتجي. هي اتصل بالام ديال رينا اللي كاينه في السلفادور، هي تقول لهم رينا شحال هذه ما اتصلت بينا راه ما عندنا حتى خبر عليها. وكيس مسكينه دارت اللي عليها، قلبات واتصلات، هادشي اللي عطا الله. والشرطه راه ما خداوش الموضوع بجديه وما تسوقوش، وبقى داك الدوسي هكاك تبان هذا الموضوع ديال البرميل. وبعد هاد المعلومات اللي قدمت كيس للشرطه داروا هما واحد السيناريو تخيلوه، وبداو تيتخيلوا داك النهار اللي وقعت فيه الجريمه، وما يقعدوا البوليس مع راسهم وبداو تيجمعوا داك المعلومات اللي لقاو وداك الشيء اللي قالت لهم كيس. قالوا ان نهار الجريمه هورد اتصل برينا وقال لها اجي عندي للمصنع باش نلقاو شي حل لهذا الموضوع ونسدوه بخطره. ويعني من بعد ما مراته عرفت اش وقع يعني كلشي ترون، ومن بعد ما جات وبقات تهضر معاه ما اتفقوش وتابدوا بجوج، ومن بعد ما بدا الصداع وشد ليا قطع عليه وينوض هورد ويضرب رينا على راسها، ما عرفناش باش ضربها واش بحديده ولا خشبه، المهم راه ضربها اللي قتلاتها. هو يشدها ويهزها ويديها للبيت وبالضبط اللاكات ويحطها في داك البرميل، هو يكب على داك السائل الاخضر وسد داك البرميل وقال غادي يمشي نلوحو في البحر، وبما انه في نيويورك راه اقرب حاجه ليه هي البحر، داكشي علاش غادي يلوحو تما. ولكن راه فاش جا باش يهز البرميل قارب المير ثقيل بزاف، راه فيه الجثه وفيه السائل الاخضر، راه وصل الوزن ديالو ل 165 كيلو، راه ما قدش يهزو وما قدش من الفوق يمشي يعيط على شي واحد غادي يشكو فيه. داكشي علاش خلى داك البرميل في بلاصتو وقال غير خليه تما، راه ما كاينش اللي غادي يشوفو وشكون اصلا اللي غادي يقلب تما. واصلا رينا اي واحد ما غادي تسوق لها، السيده راه ما عندهاش واحد الكونتاكت كثير، واصلا مهاجره كون غادي يتبع هذه القضيه. ومن بعد ما كمل التحقيق ومن بعد ما تسدت هذه القضيه خداو الجثه ديال رينا وصيفطوها لبلادها اللي هي السلفادور، وراه دفنات في الموطن ديالها. ومن بعد ما دا الشر على الدفن ديالها الام ديال رينا سبحان الله حتى هي مات، تقول بحال هذه المده كامله ام ديال رينا بقات تتسنى غير تدفن البنت ديالها وتموت. ودابا شنو الحاجه اللي حيراتنا في هذه القضيه؟ شكون هو داك السيد المجهول اللي اتصل بهم وحتى واحد ما عرف واللي عطاهم راس ديال الخير، حتى واحد ما يعرف، لا انا لا المحققين لا نتوما. ولكن اهم حاجه خاصنا نخرجوا بها في هذه القصه، عمركم تثيقوا حتى واحد ولا يوقع لكم ما وقع رينا. راه مسكينه تعرفت على هورد وواعده بالزواج وخدا منها داكشي اللي بغا، ومن بعد راه قتلها وقطعها ولاحها في البرميل كما تشوفوا. سواء كنتي بنت ولا كنتي ولد عمرك تدخل بشي علاقه ويزين لك الشيطان الامور اللي حرام. اخويا فكر مزيان، واختي فكري اش بغيتي واحد مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، يعني فاش غتوخر هذه العلاقه وفين غادي تمشي كاع؟ وراه الحاجه الطبيعيه ديال اي علاقه هو الزواج، ما كاينش هذه القضيه ديال لا نبقاو بجوج حتى من بعد، يعني اللي باغيك غادي تتزوج بيه واللي باغياه غادي تتزوجي به. وهذا الشيء خصوصا الا كان السيد مزوج وانت اصلا عارف غيبقى يتجرجر فيك وتيقمع فيك، لا ما اتصلش بيا في هذا الوقت، لا راه قاعد مع مراتي، لا راه ما مساليش. وهذا الشيء راه حرام، راه ما يرضي الله لا عبدو. وعلاش غادي يحط الانسان راسو في واحد البلاصه اللي ما يرتاحش فيها؟ وباش نختصر هذا الشيء كامل ما يحق لك انت قاعد وتعصي في الله ما عمرك غتعيش مرتاح، يعني راه ما كاين ما احسن من الحلال. كان معاك خوك عماد الجناني في قناه الخبير. الا عجبك المحتوى ما تنساش تشرفني بالاشتراك، وكنشكرك على الوقت ديالك اللي ما تيقدروا حتى ثمن.